الفيلم بيبدأ بأم وبنتها بيغسلوا جثة ست وهم بيدعوا ربنا. الأم بتدي إشارة لبنتها تشيل الغطا، ولما البنت بتقرب وبتستأذن الميتة عشان تبدأ بتشيل الغطا وبتتخض من شكل الجثة وبتجري في حضن أمها. الأم بتطمنها وبتحط إيديها على كتفها تهديها، وبتبدأ تمشي المية على جسم الميتة من راسها لرجليها. بتشاور لبنتها عشان يقلبوا الجثة، وهنا بيظهر على ظهرها آثار تعذيب وتشويه بشعة. البنت بتخاف وبتقول لأمها إن شكلها متعذبة قوي وإنها مش قادرة تكمل. أمها بتسقطها فورا وبتقول لها احترمي سر الميتة. وهما بينظفوا الجثة فجأة بتفتح عينيها. بيعدي وقت وبتحصل حفلة ختان في القرية، وبنلاقي الأم شخصيتنا الرئيسية اللي بتشتغل مغسلة أموات واقفة مع صحباتها بيتفرجوا. فجأة ست من الموجودين بتبدأ تشوف هلاوس غريبة وبتسيب الحفلة وتمشي تقف لوحدها وتبص لفوق. شخصيتنا الرئيسية بتروح وراها مستغربة، وفي ثواني الست دي بتعلن إن الحفلة خلصت وسط دهشة كل الناس. في نفس الوقت بتوصل بنت شخصيتنا الرئيسية وماسكة شمسية، والناس بتستغرب أكتر لأن الجو شمس ومفيش أي علامة مطر. بس واحدة منهم بتقول بسخرية شكلها بتتنبأ بالبشاير زي أمها. بترجع الأم وبنتها البيت ومعاهم ابنهم اللي شغال في تصليح البيوت، ولما بيشوف مديرته في الشغل بيستأذن ويروح معاها. في البيت الأم بتقوم تصلي المغرب ولسه هتكبر بتسمع صوت خبط غريب. بتقف لحظة وبعدين بتقرر تكمل صلاتها، لكن صوت الخبط بيتكرر تاني. بتوقف صلاتها وبتروح تفتح ستارة الشباك لكن ما بتلاقيش حد. بترجع تاني عشان تصلي، ومجرد ما بتبدأ بتكتشف إن في جن واقف وراها وبيصلي معاها. بتخلص صلاة وبتسلم، وفجأة إيد بتتحط على كتفها، بس الحمد لله بتطلع بنتها. بتقول لها انها عايزة فلوس عشان هتخرج، وان قدامها فرصة شغل في كوافير بس محتاجة تتعلم مكياج الاول. الام بتبص لها وبتقول لها للدرجة دي كارهة شغلانة امك؟ البنت بتزعل وبتقول لها خلاص مش نازلة، وبتروح المطبخ تغسل المواعين. امها بتروح وراها وبتقول لها انها عايزاها تكمل مسيرتها، فالبنت بتقطعها عارفة ورثت الشغلانة من جدتي وكنت بتساعديها من صغرك ودلوقتي جه دوري انا كمان. وبتسأل بعصبية ليه ما عنديش اختيارات تانية؟ ليه مش اخويا؟ مش انتي قلتي ان الشغلانة دي صعبة؟ كلامهم بيتقطع لما الام بتفتح شنطة أكل وبتلاقيها مليانة دود. بتقف بسرعة وبتقول لبنتها تقفل كل البيبان ومحدش يدخل غير أخوها مهما حصل. وهي خارجة بتسمع أذان الجامع بيعلن عن وفاة الست اللي كانت سرحانة في حفلة الصبح. بتروح الأم البيت الست المتوفية في جو شتوي، وبتلاقي أهل القرية مستنيينها بنظرات غريبة ومريبة. بتدخل أوضة الست وبتلاقيها غرقانة في دمها وشكلها بشع وصورة مرمية على الأرض. بتعيط وبتقول لهم يحضروا كل حاجة عشان تبدأ الغسل. في نفس الوقت في بيتها بنتها بتبدأ تسمع أصوات خبط جامدة جاية من السقف. بتحاول تتجاهل الأصوات لكن الخبط بيزيد لحد ما حتة من السقف بتقع. بيوصل أخوها وبيستغرب إزاي السقف يقع كده، وبيبدأ يجيب عدته عشان يصلحه. الأم بترجع البيت وبتقع على الأرض من التعب. ولادها بيسندوها ويدخلوها أوضتها. بنتها بتجيب لها عصير وبتقول لها إنها خلاص قررت تشتغل معاها مغسلة أموات وهتنام جنبها الليلة. بعد ما بنتها بتطلع الأم بتقوم من السرير وبتولع كبريت عشان تطلع هدوم الست اللي غسلتها وتحرقها. بنتها بتستغرب الدم اللي على الهدوم، فالأم بتقول لها بعد ما تغسلي الميت لازم تحرقي هدومه والفضول ما يسيطرش عليكي أبدا. البنت بتاخد باقي الهدوم عشان تحرقها. الأم وهي راجعة أوضتها بتقف قدام المراية، ولما بتبص بتشوف انعكاس مخلوق مرعب جواها. في الوقت ده بنتها وهي بتحرق الهدوم بتلاقي صورة مقطوعة. الأم بتدخل تنام وبنتها بتدخل تنام جنبها. بتسألها إذا قفلت الأبواب لكن لما بتلف ما بتلاقيش حد جنبها. بعدها بثواني بنتها بتدخل فعلا وتنام جنبها. الأم بتعتذر لها على اللي حصل وبتحضنها وتنام. فجأة الكاميرا بتورينا خيال ايدين مرعبة بتقرب من الأم وبتخنقها من الفتحة اللي في السقف. مع أذان الفجر البنت بتصحى عشان تصحي أمها، فبتلاقيها ميتة وغرقانة في دمها بطريقة مرعبة. بتصرخ وينهار أخوها لما بيشوف المنظر. الصبح الخبر بينتشر في القرية والأخ بيستقبل المعزيين وأخته بتقرأ قرآن. واحدة من الستات بتقول لها إن الوقت فات ولازم حد يغسلها، وبما إن أمها الوحيدة اللي كانت بتعمل كده فالبنت ورثت المهنة رسميا. البنت بتدخل تتوضى وبتلبس عشان تغسل أمها وهي بتعيط. بتشيل الغطا من على وشها ولما بتبصلها بتلاقي عينيها مفتوحة على آخرها. بتدعي ربنا وتقرب منها وتقول تقبلي الموت يا أمي، وبتبدأ تغسلها. بتفتكر كلام أمها إن آخر إنسان بيشوفه الميت هو الوسيط بينه وبين ربنا. وهي بتغسلها بتفتح بقها وبتلاقي جواها حتة حديدة غريبة. بتطلعها وتقعد تعيط. بعد الدفن بتروح البيت تنام على سرير أمها. بتجيلها واحدة من أهل القرية تديها فلوس جمعوها من الناس، وهي بتدخل بتنسى الباب مفتوح. الست بتشوف الدم على السرير وبتسألها أمها ماتت إزاي. بتقفل الباب وبتاخد ملاية السرير تغسلها. وهي بتغسل بتلاقي نفس حتة الحديدة تاني، لكن لما بتدور عليها ما بتلاقيهاش. في نفس الوقت أهل القرية بيتكلموا عن حالتين الوفاة اللي ورا بعض وإنهم ملعونين. بيتجمعوا في المسجد يدعوا للميت، وفجأة بيظهر جن بيكرر معاهم الذكر بصوت غريب. وست بتصرخ لما بتشوف أشباح حواليها والنور بيقطع.
بتقطع. البنت بتبص حواليها وبتشوف جن كتير وسط الناس، وبتلاحظ واحدة لابسة طرحة حمراء، وبعدين بتشوف واحدة من أهل القرية لابسة نفس الطرحة بالظبط. بترجع البيت وبتلاقي حد بيصلي، بتخاف وتجري، بس حتة حديدة بتدخل في رجلها، ولما بتطلعها بتلاقيها نفس حديدة أمها، وبيظهر جن بيشاور لها تسكت. في بيت تاني أم وابنها بيتكلموا، وفجأة الأم بتشوف جنية بتظهر وتختفي ورا ابنها، بتطلب منه يدخل أوضته، وهي بتروح تفتح الدولاب فبتطلع منه إيد غريبة بتخنقها. ابنها بيكسر الباب ويلاقيها غرقانة في دمها. بيعلنوا عن وفاتها، والناس بتروح للبنت عشان تغسلها، لكنها بترفض تفتح الباب. أخوها وابن المتوفية بيترجوها، لكنها بتقفل الباب في وشهم. بيوصل مفتش المركز وبيطلب تشريح الجثة لأن دي تالت حالة وفاة في أسبوع، لكن ابنها بيرفض. البنت بتسمع صوت غريب بيطلب المساعدة، ولما بتفتح عينيها بتلاقي شبح بيصرخ فيها ساعديني. بتجري بره وتعرف إن المتوفية ماتت بنفس طريقة أمها. بتقرر تروح تغسلها وبتقول لأخوها يقفل البيبان كويس. لما بتوصل أهل القرية بيحترموها، وابن المتوفية بيشكرها. بتدخل تغسل الجثة، وفجأة الميتة بتتعدل وتقعد تخبط على بطنها. بتشيل الغطا وبتلاقي حتة الحديدة التالتة، ولما بتشدها الميتة بتترمي عليها. بترجعها مكانها وبتقفل عينيها اللي بترجع تتفتح تاني. الميتة بتمسكها وبتقول لها ساعديني. بتخلص الغسل وبتروح بيت الست وتقابل ابنها اللي بيقول لها إن أمها كانت بتنادي على اسم نور. بيديها ألبوم صور وبيشاور على واحدة وبيقول له إن دي كانت صاحبة أمهاتهم وسابت القرية من زمان. هي بتاخد الصورة وبتمشي. بالليل بتروح المقابر وبتحفر قبر أول ست ماتت، وبتلاقي حتة الحديدة وبتطلعها، لكن بتلاقي موتين واقفين حواليها. فبتجري. بترجع البيت وبتجيلها واحدة من أهل القرية تسألها بتعمل إيه، فبتسألها مين نور. الست بتتعب وبتقول لها إن نور دي شريرة وفرقت جوازاتهم كلهم حتى أمك. الست بتنهار وبتقطع في وشها، وبعدين نور بتستحوذ عليها وبتقول للبنت إنهم اتهموها ظلم، وإن أمها كانت واحدة منهم وكلهم لازم يدفعوا الثمن. بيعلنوا عن موت واحدة جديدة، والبنت بتروح تغسلها. الميتة بتتعدل وبيطلع سلك من إيديها وبقها، وهي بتشده بتشوف كل الجثث حواليها وبتنهار. المفتش بيدخل وبيقول إن الجثة هتروح المشرحة. البنت بتشاور على مديرة أخوها في الشغل وبتقول هي دي بنت نور المؤذية. أهل القرية بيتجمعوا وبيروحوا البيت بنت نور، وبنشوف مشهد مزدوج بين الماضي والحاضر. في الماضي ستات القرية بيضربوا نور ويلفوا حواليها السلك، وفي الحاضر بيعملوا نفس الشيء في بنتها. البنت بتصرخ وبتقول بتعملوا نفس اللي عملتوه في أمي. أم البطلة بتظهر لها في خيالها وبتقول لها توقف اللي بيحصل. البنت بتجري تحمي بنت نور بجسمها، وأخوها بيجي يحميهم بس بياخد ضربة على دماغه وبيفقد الوعي. بتعدي سنين والبنت بتشتغل مغسلة زي أمها، وبتروح تغسل جثة جديدة وبتلاقي إبرة طالعة من جلدها، وبتعرف إنها قدام قضية جديدة لازم تحلها.